النهاردة هنعمل وصفة سهلة وسريعة وفي حلة واحدة او في طاسة واحدة للغدا. لو عندك لحمة مفرومة ومحتارة تعملي بيها ايه، فالوصفة ديت ليكم، وانا متأكدة انكم لما تجربوها هتعجبكم قوي. لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي مريت ودي قناتي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا كمان تعليق علشان يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا نبدأ وصفتنا. اول حاجة انا هحتاج لنص كيلو من اللحمة المفرومة. هضيف عليها البهارات، هضيف بصل بودرة وهضيف ملح وكام فص من الثوم المفرومين، وكمان هضيف معلقة صغيرة من السبع بهارات، وهضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر وشوية صغيرين من جوزة الطيب، بتفرق جدا في الطعم. محتاج كمان لحوالي نص كوباية كده من البقدونس. الخلطة اللي بتدي نكهة برضو هي الفيجيتار، هضيف منه بس معلقتين مش اكتر، وممكن بدل الفيجيتار تضيفوا بقسماط ناعم. هقلب كويس كل الحاجات اللي احنا حطيناها على اللحمة، وبعد كده هنبتدي ان احنا نشكلها على شكل كور كده صغيرة او متوسطة شوية، يعني مش صغيرة قوي. هعمل الكمية كلها مرة واحدة، وزي ما قلت لكم الوصفة دي كلها هتكون في الحلة او في الطاسة. تقدروا تعملوها في حلة، تقدروا تعملوها في طاسة زي ما تحبوا. دلوقتي بقى في طاسة على النار هحط شوية كده حلوين من الزيت، يعني انا حطيت تقريبا ربع كوباية من الزيت. تقدروا هبتدي انزل بكور اللحمة والزيت يعتبر لسه هيبتدي يبقى دافي شوية. وبعد ما انزل بكور اللحمة هيبتدي الزيت بتاعي يسخن وتاخد لون من تحت او تتحمر من تحت. لما تتحمر من الجهة اللي تحت هبتدي ان انا اقلبها على الجهة التانية زي ما انتوا شايفين، عايزاها تاخد لون من الناحيتين. بعد كده هبتدي ان انا اشيلها، وفي نفس الطاسة دي انا هعمل الصلصة برضو. بالنسبة للصلصة الطريقة اللي انا بحبها حاليا ان انا احط عصير الطماطم تقيل على الزيت على طول، من غير بصل ومن غير توم من غير اي حاجة. يعني انا بعمل صلصة من غير ما اضيف لها اي حاجة، وبضيف بس معلقة صغيرة من السكر علشان بيعادل طعم الصلصة. يعني انا ما حطيتش اي حاجة غير الزيت والطماطم ومعلقه السكر الصغيره ومكعب من مرقه اللحمه، وممكن لحد ما تتسبك وتتقل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنزل بقى بمكرونه سباكيتي او اي نوع مكرونه انتوا تحبوه. في الاخر لما بلاقي الصلصه بتتقل مكرونه بالصلصه، هنزل بقى بكور اللحمه اللي هي اوريدي هي استوت معايا، هقلبهم بقى كلهم في بعض، وبكده تبقى معايا يعني وجبه غدا جاهزه معايا كامله، وفي نفس الوقت ما خدتش مننا وقت وتغيير عن الاكل المعتاد اللي احنا بنعمله. هستنى ان انتوا تطبقوا الوصفه دي وتبعتوها لي على الجروب بتاعي على الفيسبوك، دايما بسيبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. اشوفكم في وصفه جديده، وباي باي.